السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير ان شاء الله يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة كويزين تودا. نتمنى ينال اعجابكم. الوصفة ديال اليوم غنحضر معكم جبن منزلي بمكون واحد كيجي لذيذ بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غندير في كاسرونه ايطرو ديال اللبن، يكون طبيعي ماشي ديال المعلبات، يكون اللبن طبيعي ويكون مازال جديد باش يعطيكم مذاق رائع، ما يكونش حامض. غنديروا ايطرو ديال اللبن، غنديروا في كاسرونه كما كتشوفوا، درتو على نار مهيله، تكون نار مهيله كنتاكد عليها. غنخليه يطيب على نار مهيله حتى نشوف راه بدا تيطلع من الجوانب بحال الا غيفيض. ما تخليوش يفيض كامل، غير تبدا لكم ديك الطلعه كتطلع من الجوانب. جربوه بالمعلقه بحال هكا، راه تيكون بحال ياغورت عاقد، ما كيكونش داك كريمي. صافي عرفوا باللي راه وجد، غطفيو عليه، ما تخليوش يفيض. الا فاض صافي راه غيخسر. صافي غنطفي عليه البوطه وغنخليه تيبرد تماما. الا حركتوه وهو مازال سخون غيتخلط لكم مع الماء ما غاداش يصدق لكم. صافي غنصفيه، غندير منديل نقي بحال هكا، غنصفيه كما كتشوفوا ونخليه تيتقطر مزيان. غنغطيه ونخليه تيتقطر مزيان وغيكون راه واجد. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، جربوه راه طبيعي تيجي لذيذ بزاف وتيعجب الوليدات الصغار. جربوه ما تندموش عليه. وكما قلت لكم ديروا لبن طبيعي يكون مازال جديد، ما يكونش حامض، باش يعطيكم مذاق زوين ما يكونش حامض. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه، وكثروا من التعاليق باش يطلع الفيديو فضلا وليس امرا. هذا هو الشكل ديالو بعد ما وجد. نتمنى ينال اعجابكم، قدموه مع سيله اولا كونفيتير، كيعجب الدراري كيعجب حتى الكبار. جربوا ما تندموش عليه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.